السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على كل أصدقائي. أولا عايز أقول ألف ألف مليون مبروك للعيبة نادي الزمالك. ألف مليون مبروك للجهاز الفني لنادي الزمالك. ألف مليون مبروك لمجلس الإدارة. وألف مليون 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 مبروك لجمهور نادي الزمالك. النهاردة فوز مهم، فوز على فريق بيقبع في المركز الرابع في الدوري. فوز في توقيت مهم جدا قبل دوري المجموعات في الكونفدرالية. فوز مهم جدا بعد تعادل مع بيراميدز وفقدان نقطتين، وفوز النادي الأهلي امبارح. فأعتقد إن هو فوز مهم جدا. كان في بعض الناس متخوفة من هذا اللقاء، خصوصا إن مصر المقاصة لسه مغلوبة من الأهلي. وبالتالي كانت عايزة تعمل نتيجة إيجابية بأي طريقة. كمان غياب اكتر من لاعب مهم في نادي الزمالك. تعالوا كده نحسبها بالراحه ونتكلم كده في الكوره. النهارده الزمالك بيغيب عنه اهم اتنين لعيبه عنده، اللي بيلعبوا باك رايت وباك ليفت، واللي هم بيفتحوا الملعب وليهم دور مهم جدا الفتره اللي فاتت في مكسب نادي الزمالك: حمدي النجاز وعبد الله جمعه المطرود بخطأ كارثي من الحكم. كمان غياب ال ال لاعب منتخب مصر الونش لاكتر من 7 8 9 ماتشات دلوقتي. غياب مصطفى فتحي، اللعيب المهم جدا 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 رغم وجود ابراهيم حسن، لكن مصطفى فتحي هو يعتبر اللاعب الاساسي دلوقتي في هذا المكان. غياب ايضا مهم جدا لحارس مرمى منتخب مصر والحارس الاساسي والمهم لنادي الزمالك جنش للماتش التاني على التوالي. رغم غياب الخمسة دول، وفي المقابل مصر المقاصة بتلعب بطريقة مختلفة تماما. كابتن طلعت يوسف بيبتدي بالقوة الضربة بتاعته عكس مباراته أمام النادي الأهلي. النادي الأهلي لم يعير ميدو جابر إلا بعد لقائه مع المقصة. يعني ما أداش ميدو جابر لمصر المقصة إلا بعد ماتشه ما خلص، عشان ميدو جابر يلعب قدام الزمالك وما يلعبش قدام الأهلي. كمان جون أنطوي بيلعب بعد 4 5 أيام أساسي بعد ما كانش موجود اللقاء اللي فات. فافي كان على دكة البدلاء ولعب أساسي في وجود جيمس بيكلي. كل دول كانوا موجودين في هذا اللقاء، قوة ضاربة جدا عكس مباراة الأهلي تماما. يبقى مصر المقاصة بيلعب بالقوة الضاربة بتاعته. لقاء كان فيه نوع من التكافؤ، بالعكس كمان في بداية اللقاء كان في أكثر من هجمة مرتدة على نادي الزمالك، وكان مصر المقاصة عنده القدرة في إحراز أهداف في بداية اللقاء. ثم تحول مهم جدا في هدف أكثر من رائع لمحمود علاء، وضربة جزاء سليمة مليون في المية بيحرز من خلالها محمود علاء عشان يصل للهدف ال 12 ويكون أكثر مدافع رايح هو كمان لأكثر مدافع في تاريخ الدوري العام المصري يحرز أهداف في موسم واحد، ومن هدافين برضو نادي الزمالك في موسم واحد كمدافع يعني. مع أعتقد كابتن إبراهيم يوسف وكابتن أحمد رمزي وكابتن نبيل محمود لكن كسيرد باك أعتقد من أكتر اللعيبة اللي جابت أهداف في موسم واحد محمود علاء. وهنا نروح لأجيري وهاني رمزي، مع حفظ الألقاب للجميع، اللي قاعدين في مدرج. عايز اعرف سؤال: ايه اللي ينقص محمود علاء عشان يكون اساسي، مش موجود في المعسكر، يكون اساسي في منتخب مصر؟ مين السردباكات اللي متألقة بصورة لافتة للنظر تخليهم يكونوا مكان محمود علاء؟ مش كمان مكان محمود علاء في 23، كمان محمود علاء في ال 11. احنا عندنا اللعيبه سعد سمير اصاباته كتيره، هذا الموسم ما بيلعبش كتير، كمان مستواه مش مستقر. عندك بهاء باهر المحمدي لعيب كويس جدا، هو اساسا باك رايت. اجيري بيلعبوا سيرد باك برضو، مستواه يعني نوعا ما اب اند داون. حتى في ماتشات البطوله الافريقيه كان بعيد تماما عن مستواه، وتسبب في هدف وأضاع ضربة جزاء، بس هو لعيب كويس لا ننكر ذلك. عندك مين يعني مين هو؟ طبعا حجازي لا غنى عنه
فمحمود علاء كمان لعيب دولي، ولعب اولمبياد، ولعب دوره لندن 2012، ولعب مع منتخب مصر للشباب والاولمبي. يعني لعيب عنده خبرات وبيلعب في نادي الزمالك. ما ايه اللي ينقصه؟ ايه اللي ينقص محمود علاء انه ينضم يا كابتن هاني رمزي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، نروح لان قبل اللقاء دوت آه انتهى لقاء النادي الاهلي بفوز وادي دجله. زي ما قلت لكم، لغط كبير في التعليق وفي التحكيم وفي الإخراج. عادي، مفيش مشكلة. الأهلي بيفوز على وادي دجلة. آه، كلام برضو من رئيس او مدير فني لوادي دجله، قال كلام إن النادي الاهلي. شوفوا كمان عشان ترجمه الناس في الاستوديو التحليلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي كبير، لكن النهارده انا خليته مش كبير في الملعب. يعني ان هو ما كانش في مستواه في الملعب، ان وادي دجله كان افضل. ده المعنى الحرفي لكره القدم، لكن هذا المعنى لا يتقبله كابتن طه اسماعيل وكابتن عماد متعب، وعنده حق. كابتن عماد متعب لا يتقبله، لعيب كبير وبيدافع عن ناديه وبيخاف على ناديه وبيخاف على مشاعر جمهوره، ده طبيعي ومنطقي. لكن الراجل ما قالش النادي الاهلي صغير، ما قالش الكلام دوت. هو قال النادي الاهلي نادي كبير، وقال كمان على تصرفات البعض اللي حوالينه، اللي حوالين المسؤولين عن النادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي كبير، فما ينفعش اللي حواليه يعملوا كده بعد اللقاء في مباراه وادي دجله وضربه الجزاء هنا او هنا. وزي ما احنا بنقول، يعني كابتن سيد متضايق جدا من ضربه الجزاء اللي اتحسبت على محمد الشناوي، لكن ما عندوش مشكله خالص مع ضربه الجزاء اللي اتحسبت لرمضان صبحي وهي فاول عليه. عادي. يعني انت دايما بتدور على الحق، فما تلاقي نفسك خدت ضربه جزاء واتحسبت عليك ضربه جزاء، رغم ان احمد الشناوي، كابتن احمد الشناوي، قال ضربه جزاء سليمه وبتاعه رمضان مش سليمه. لكن كمان لو انت شايف دي مش سليمه، طب ما دي مش سليمه. طب انت خدت واحده مش سليمه، جت واحده عليك مش سليمه، تتضايق قوي علشان الواحده اللي عليك وما تتضايقش عشان الواحده اللي ليك؟ وده اللي خلاه كابتن سيد بعد اللقاء يطرح سؤال مهم جدا: هو محمود البنا ما بيحكمش ليه لنادي الزمالك؟ ونفاجأ ان الكابتن محمود البنا متعين تاني يوم. ويقول كابتن عصام فتاح: أصل انا كنت معينه من يومين، مش بعد ما الكابتن السيد عبد الحفيظ قال. على العموم، كابتن سيد عبد الحفيظ قد يرى البعض انه بيتدخل فيما لا يعنيه، وقد يرى البعض ان ده من حقه انه يعمل ضغط على الحكام، خصوصا لما الزمالك كسبان والاهلي الاهلي كسبان والزمالك عنده ماتش بكره مهم، وهو نفسه ان نادي الزمالك يفقد اي نقاط. فيقول محمود بنا ما يحكمش ليه؟ فنجيب جدول التحكيم، نلاقي نادي الزمالك والاهلي زي بعض تقريبا، مع الفارق كمان ان الزمالك لعب ماتشين زياده النهارده. نلاقي ان الزمالك حكم له كل الحكام، والنادي الاهلي نلاقي مثلا محمد الصباحي ما حكملوش ولا ماتش لغايه دلوقتي، مع انه من الحكام الكبار. نلاقي احمد حمدي الحكم الواعد اللي حكم اول ماتش في طلائع الجيش السنه اللي فاتت من سنه ونص، انتهت علاقته بالنادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي اتهمه ان هو لم يحتسب ضربتين جزاء. وكابتن محمود البنا المفروض اللي هو كان اخر ماتش حكمه النادي الزمالك كان امام الرجاء، والزمالك كسب 4. يعني الزمالك ما عندوش مشكله في محمود البنا. ما انت اخر ماتش مثلا ما ظلمتنيش مثلا، او اخر ماتش ما اتغلبتش معاك مثلا، لا انا اخر ماتش كسبان معاك الرجاء 4-1. فبيتعين تاني كابتن محمود البنا. طيب نيجي بقى للقاء نفسه، ايه اللي حصل؟ اول حاجه نبتدي بالاخطاء التحكيميه والحاجات اللي صح. كوره بتتشط، بتيجي كهربا بيحطها، الحارس بيصدها، كابتن محمود ابو الرجال بيرفع تسلل على كهربا وهي ما فيهاش حاجه خالص. اذا ادي خطا من الحكم المساعد. كان ممكن الكره تيجي جون لولا احمد عبد المنعم صدها، كان ممكن تيجي جون وكان هتتلغي وكان هدف سليم مليون في الميه. اذا احتساب تسلل غير موجود على كهربا من قبل كابتن محمود ابو الرجال. طيب نروح للكرة تانية، هدف محمود علاء سليم مليون في المية، ويحسب للكابتن محمود أبو الرجال اللي هو انتظر أوباما لم يشترك في الكرة. محمود علاء حطها من لمسة واحدة، كان متغطي باتنين كمان، مش بواحد، باتنين كمان، وبالتالي هدف سليم مليون في المية. نروح للهدف الثاني، وهو هدف من ضربة جزاء سليمة مليون في المية. أنا شكيت فيها في الأول، افتكرت اللاعب سحب رجله، لكن طلع إن هو شاط رجل عمر السعيد واضحة جدا. ومع كابتن محمود البنا ما حسبهاش. كابتن محمود البنا حسبها بناء على الكابتن طارق مجدي الحكم الخامس. يبقى اذا كابتن محمود بنا لولا الحكم الخامس ما كانش هيشوف ضربه الجزاء ديت ويحتسبها لولا الحكم الخامس. تمام. نرجع تاني للهدف الثالث، وهو هدف فرجاني ساسي. كان في تخوف ان الكره تسلل، طلع الباك رايت مغطي
وما فيهاش اي حاجه، وهدف سليم مليون في الميه. هدف حتى الهدف الرابع خالد بوطيب بيقطعها، كان في خوف ان خالد بوطيب يكون تسلل، طلع مش تسلل ولا حاجه، متغطي، وكمان فرجاني ساسي متغطي، وبتتحط جون وهدف رابع. طيب نيجي بقى الكمان، ضربه جزاء مليون في الميه، كابتن محمود البنا احتسبها خارج المنطقة وهي داخل المنطقة. يعني ضربة جزاء على اللاعب البديل لمصر المقاصة عاصم سعيد، بيحتسبها كابتن محمود البنا خارج المنطقة، وفي الإعادة كان واضحة جدا جدا إنها داخل المنطقة. وعدم احتساب ضربة جزاء اللي جت في العارضة، فاول جه العارضة لفرجاني ساسي، كان في الأصل ضربة جزاء سليمة مليون في المية. نروح لطرد مفاجئ من كابتن سامي هلهل على حازم امام. احنا كلنا ما نعرفش ايه اللي حصل، لكن كابتن سامي هلهل يمكن سمع حازم بيقول حاجه، وطرد مباشر لحازم امام. يبقى اذا كمان النهارده 5 انذارات للاعبين مؤثرين. نتكلم على طارق حامد، بنتكلم على ابراهيم حسن، بنتكلم على محمود علاء، بنتكلم على مين تاني، كهربا، يعني اكتر من لاعب مؤثر بياخد 5 ضربات جزاء وطرد مباشر. والزمالك الماتش اللي فات طرد لانذارات وطرد ل طبعا عبد الله جمعه، والماتش اللي قبليه طرد ما بين الشوطين للونش. هو ده التحكيم اللي بيقال ان هو يعني بسم الله ما شاء الله. ادي اهو الماتشات دي ادي بتحصل، والزمالك بيكسب برضه رغم النقص العددي، رغم نقص لعيبه مؤثره جدا. ما حدش قال بقى الاصابات كتيره ومعرفش ايه، و5 لعيبه ولعيبه غايبه ولعيبه مؤثره ولعيبه مهمه. الزمالك بمن حضر بيكسب باي حد دلوقتي. الزمالك لعب بيراميدز من غير الجون بتاعه، ومن غير اللعيب المهم بتاعه يوسف اوباما، ورغم كده ومن غير مصطفى فتحي ومن غير الونش، والنهارده من غير 5 كمان. حمدي النجاز اتحط عليهم كمان، أو اوباما رجع، ولكن اكتر من لاعب غايب النهارده. ورغم كده الزمالك كسب هذا اللقاء المهم جدا. الزمالك عمل مباراة كبيرة جدا، كان ممكن الحصيلة تكون أكبر. خالد بالطيب أضاع بعض الفرص المهمة في بداية ظهوره، كهربا أضاع بعض الفرص المهمة، لكن المؤكد أن خالد بالطيب لعيب كويس جدا، كان ليه دور مهم جدا في هدف للزمالك بعد نزوله، وكان لعيب مؤثر لما نزل، دافع وقطع وباصه وعمل 1 2 ووصل كهربا للانفراد بالمرمى واضحى كهربا، زي ما كهربا ايضا وصله انفراد للمرمى واضحى خالد بالطيب. النهارده ولا خالد بالطيب لعيب اي كلام، ولا خالد بالطيب عجوز، ولا خالد بالطيب عنده اصابه مزمنه. وكمان قبل اللقاء نروح لبعض المواقع الكبيرة اللي بدأت تطرح ايه، المقصة يمكن النهاردة هي يعني بتكسب الزمالك اكتر. نتائج الزمالك والمقصة 6-4 للمقصة، كأن المواقع عايزة تودي ان المقصة ممكن تعملها النهاردة وتعمل مفاجأة، وكأن دي التمنيات بعض المواقع. برضو بعض المواقع المنتمية بتتمنى الفوز للمقصة، وده طبيعي ومنطقي ان بعض المواقع المنتمية للنادي الاهلي تتمنى فوز المقصة، لان احنا في سباق وفي منافسة وفي صراع، وبالتالي جمهور النادي الاهلي ومواقع النادي الاهلي والمواقع طبعا المفروض المواقع العادية ملهاش علاقة يعني، لكن بتتمنى هزيمة الزمالك عشان خاطر حتى بعض الشركات الراعية تتمنى هزيمة الزمالك عشان الدوري يسخن والدنيا تولع والاعلانات تكتر. وبالتالي الزمالك بيستطيع يفوز مهم جدا جدا رغم كل ما يحدث حوالين نادي الزمالك. حاجة سلبية ان هدف في نهاية اللقاء والزمالك بيلعب 10. عماد السيد برضو يعني ما نقدرش نلومه، لكن هو صد اكتر من كرة مهمة لجيمس بيكلي، شوط لجيمس بيكلي كانت خطيرة. لكن هيعود جنش الماتش اللي جاي، هيعود باذن الله مصطفى فتحي في المباراه القادمه. الزمالك هيلاعب النجوم، وهو الفريق الوحيد اللي كسبه في هذا الموسم في الدور الاول، وفقط 3 نقاط مهمه جدا على ايد النجوم، هذا الفريق المتطور واللي معاه مدرب كويس جدا كابتن احمد سامي. الزمالك عنده يوم الاحد مباراه مهمه جدا مع جورماهيا الكيني اللي خسر في الدوري امبارح، وحصل نوع من الشغب من جمهوره، لكن هي مباراه مهمه جدا في بدايه المشوار في دوري المجموعات خارج الارض، خصوصا الزمالك عنده ماتشين بعد كده على ارضه ووسط جماهيره.
بقول مبروك لنادي الزمالك هذا المستوى وهذا الأداء. مبروك لنادي الزمالك اللي بيفوز بكل قوة وبأداء أكثر من رائع. يعني شفنا بيراميدز وشفنا الماتش دوت، رغم كمان بعض الظلم التحكيمي اللي وقع عليه في الماتش اللي فات واللي وقع عليه في ماتش النهارده. حد يقول لي ظلم؟ اما تحسب ضربة جزاء تحسبها من بره وهي من جوه، ده ظلم تحكيمي. اما حكم المساعد يشوف كرة انفراد مش تسلل وهي مش تسلل، يبقى ظلم تحكيمي. لو احنا بنتكلم بقى بمنطق الظلم التحكيمي. ولكن الزمالك احرز 4 اهداف سلام مع حكم تمناه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادي الاهلي. قال لك ومحمود بنا ما يحكمش ليه؟ جبنا محمود البنا عشان كابتن سيد عبد الحفيظ ما يزعلش. وكابتن محمود البنا حسب 5 انذارات على الزمالك، لم يحتسب ضربة جزاء سليمة بمليون في المية، احتسبها من خارج المنطقة. وأحرز نادي الزمالك 4 أهداف سليمة مليون في المية. والإخراج التلفزيوني عادها من كل حتة ومن كل مكان، عكس مباراة أمس. الإخراج التلفزيوني ما بينلاش دي تسلل مش تسلل، ما فتحش الكادر، ما شفناش كور تؤكد لنا كمشاهدين الكرة دي تسلل، دي هدف سليم، ده سابق بخطوة، ده مش سابق بخطوة. لكن الإخراج التلفزيوني مع كمان عدالة في التعليق التلفزيوني من مؤمن عبد الغفار، اللي في بعض الاحيان كمان طالب ان ليه ده ما ياخدش انذار، لاعب الزمالك ده ما ياخدش انذار. وبنتكلم يعني راجل عادل ما فيش مشكله، اللي يستحق الانذار ياخده. وده اللي احنا بنسعى ليه، العداله التحكيميه في ظل فريق محترم جدا عنده لعيبه مميزه جدا. والزمالك فعلا بمن حضر هذا الموسم غياب مؤثر للاعبين مهمين جدا. ورغم كده الزمالك بيفوز على اي فريق. عايز بس اوجه رساله للجهاز الفني لمنتخب مصر: اذا كان نادي الزمالك بما لديه من لاعبين زي عبد الله جمعه، زي يوسف اوباما، زي كهربا، زي محمود علاء، ال4 دول، غير طبعا طارق حامد وغير جنش، لو دول مش موجودين في منتخب مصر بعد الاداء المبهر لهؤلاء اللاعبين، وبعد الاداء المبهر لنادي الزمالك، وبعد تصدر نادي الزمالك للدوري العام عن جدارة واستحقاق، امتى هيكونوا موجودين؟ والفيصل هو مستوى اللاعبين وفورمتهم وادائهم داخل الملعب، ولا الفيصل ايه بالظبط؟ ده اللي احنا بنتوجه ليه للكابتن هاني رمزي المصري ومستر اجيري المكسيكي اللي في اختياراتهم لمنتخب مصر، بجانب ايضا كابتن احمد ناجي في اختياراته لحراس مرمى مصر. عواد متألق، جنش متألق، الشناوي عنده خبرة، لكن نشوف مين عنده أخطاء، مين بيأدي بصورة ثابتة، مين مستواه ثابت، مين متألق. على هذا الأساس بنختار لعيبة منتخب مصر، خصوصا ان في حراسة المرمى بعد عصام الحضري ما اعتزل كله شبه كله، والخبرات يعني مش رهيبة او فرق شاسع ما بين حراس المرمى، كلهم قريبين من بعض. هتلاقوا مثلا حارس مصر الاول والشناوي هتلاقيه لاعب 7 8 ماتشات دولية، جنش هتلاقيه لاعب ماتشين 3، عواد تلاقيه لاعب ماتشين 3. يعني الخبرات مش عالية جدا، مش 100 ماتش مثلا و10 ماتشات زي عصام الحضري اللي دخل في 100 وحاجة ماتش، 150 ماتش، اكتر من 150 ماتش. جماعة بكرة بإذن الله عندنا اجتماع مهم جدا مع فريق عمل برنامج الزمالك اليوم، محللين وإعداد وإخراج وأنا وزميلي أحمد جمال. إن شاء الله بإذن الله المحور، قناة المحور يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله هتكون بداية برنامج نادي الزمالك، برنامج الزمالك اليوم لنادي الزمالك على قناة المحور الساعة 11:30 مساء وحتى 2:30 مساء أو صباحا. عندنا 3 ساعات إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في كل حاجة، وهيكون دورنا إن شاء الله إن احنا نبرز كل شيء ونبحث عن العدالة بين جميع الأندية. نادي الزمالك لا يرجو إلا العدالة التحكيمية، العدالة في المباريات، العدالة في الملاعب، كل ده، العدالة في اختيارات المنتخب. هو ده اللي بيبحث عنه نادي الزمالك وجمهوره بعد الأداء الرائع والمتميز للاعيبة نادي الزمالك هذا الموسم. جروس
عاجبك مش عاجبك، عاجبني انا مش عاجبني، ناجح جدا جروس، ناجح جدا 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 حتى الآن، وجهازه الفني ناجح، مجلس إدارة ناجح، لاعبين رجالة. عشان كده كلنا نكون في ظهر نادي الزمالك، ونؤكد ان نادي الزمالك نادي كبير بجمهوره وبلعيبته ومجلس إدارته. انتظرونا في المحور إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 11:30. باي باي.